السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك ووضع لايك للقناة لنشر المزيد من الأخبار. المنتخب العراقي. اللاعب ذو الأصول العراقية نوح درويش يتواجد للمرة الأولى مع قائمة الفريق الأول لنادي برشلونة في مباراة رسمية. راضي شنيشل في تصريح: التخلص من ثنائية أمير العماري وأسامة رشيد هي أفضل ما حدث للمنتخب هذه الفترة. كاساس أدرك نقطة الضعف هذه واستقطب 6 لاعبين ارتكاز بدلا منهم: سعد عبد الأمير وأمجد عطوان ومحمد الطائي ولوكاس الشلمون وصفاء هادي ولؤي العاني. استقر على 3 منهم وتخلص من الخاتل بين دفاعات الخصم أسامة، والمتخصص بالتمريرات الخلفية للدفاع أمير مع سعد عبد الأمير. شاهدنا عدة تمريرات من العمق في مباراة الأردن، ومثلها اليوم من زيدان. هذه التمريرات لأتراها مع العماري وأسامة، إضافة إلى ضعف الإسناد الدفاعي لديهم، بل حتى أخطاء تكتيكية لا تشاهد معهم أي مهاجم يوصل. أعبر حياك الله. ريبن سولاغا عبر حسابه إنستغرام: لم ينتهي العمل، باقي 4 مباريات ليرد عليه ميرخاس دوسكي وأمير العماري. في التعليقات: ميرخاس دوسكي: أشعر بالأمان معك أمير العماري، أنت تعريف الكمال. بوتان الأمين: يصنع هدف إمام بورنموث. اتحاد الكرة يقرر إيقاف دوري نجوم العراق في 11 من الشهر المقبل لفسح المجال للاعبي الدوري للانضمام إلى المنتخب الوطني الذي يستعد لخليجي 26. اللاعب العراقي يوسف النصراوي يقود شباب نادي بايرن ميونخ للفوز بعد تسجيله الهدف الثاني. مهند جعاز لاعب منتخبنا الوطني: أستغرب الأسباب وراء عدم استدعائي للمنتخب الوطني رغم أشادة الجميع بما أقدمة داخل أرضية الملعب. أشكر الجماهير التي وقفت معي وطالبت باستدعائي لقائمة المنتخب، وقرار تواجدي من عدمه يعود للكادر التدريبي. سابقا كان لدي اتصال مع المدرب، وفي الوقت الحالي لا يوجد أي اتصال بيني وبين المدرب كأساس. مهدي طارمي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي ومنتخب إيران في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: أتمنى تأهل منتخب العراق وقطر إلى كأس العالم وهم قادرون، ومن الرائع مشاهدة المسلمين في المونديال. جمهورنا العزيز، كيف يتأهل المنتخب العراقي لكأس العالم؟ الآن جمع 11 نقطة، بقيت له 4 مباريات، 2 خارج الديار و2 في البصرة. لو جمعت 7 نقاط سيضمن الوصول بنسبة 70%، وهذا غير منطقي للحسابات المعقدة. منتخب الأردن جمع 9 نقاط، بقيت له 4 مباريات، 2 في الأردن و2 خارج الأردن أمام عمان وكوريا. المنتخب الأردني يطمح في كسب 9 نقاط على الأقل ليضمن المركز الثاني والصعود مباشرة لكأس العالم. أظن يجب على منتخب العراق أن يكسب 9 نقاط ليضمن دون وجع الراس وانتظار نتائج المنتخبات الأخرى للوصول للمرة الثانية في تاريخه لكأس العالم. إدارة القوة الجوية تقترب من حسم صفقة الحارس المحترف في الدوري الدنماركي محمد حسن. هؤلاء الفرسان الثلاثة قدموا ما يمكنهم للكرة العراقية ونشكرهم على ذلك، لكن الآن حان وقت الرحيل. أما الاعتزال الطوعي أو الاستبعاد القهري لا خيار ثالث لهما، فالجمهور لن يسكت بعد اليوم عن استمرار لاعبين منتهين فنيا وعمريا، وأخذ مكانا لاعبين محترفين شباب في أوروبا يعيشون قمة عطائهم الكروي. قريبا بطولة رباعية في العراق البصرة السنة المقبلة، وعلى الأغلب قبل تصفيات بعد كأس الخليج ستضم منتخبات. سيتم اختيار منتخبات بعد الاجتماع: الاتحاد العراقي بقيادة درجال، البرازيل، كندا، البلد المستضيف لكأس العالم جورجيا، جامايكا. لليسألون عن المصدر أحمد الفلوجي الآن عبر فيديو شاهدت قبل قليل جاي يرتب مع الاتحادات، الهدف منها أن نوصل رسالة العراق قادر. لاعب قلب الدفاع مارتن حداد لاعب لمنتخب الأولمبي، قدم مستوى رائع، لكن فجأة اختفى عن الأنظار. أين هو الآن؟ المحترم ساديو ماني عبر الإنستغرام: حتى الآن أتذكر عندما ذهبت إلى العراق واستقبلني شعب العراق استقبال الرجال، أشعرني حقا بأنني لست غريبا على هذا الشعب الطيب التي نالت حب قلبي وروحي، ومن وقتها وأنا أتابع كل مباريات المنتخب العراقي وأشجعه مثل بلدي السنغال. واليوم أدهشني وأعجبني كثيرا مستوى منتخب العراق الذي حقق انتصار هاما للغاية يقربها من التأهل لكأس العالم.
اسمحوا لي شعب العراق الحبيب أن أقدم لكم التهاني والتبريكات بمناسبة هذا الانتصار الكبير، وأتمنى لكم مزيد من التقدم والازدهار. شكرا العراق. هل أنت مع الدخول للحصول على لقب كأس الخليج القادم، أم مع أن تكون البطولة محطة إعدادية لاكتشاف لاعبين وتأمين مراكز المنتخب للتصفيات النهائية لكأس العالم، أم الحصول على الاثنين هما اكتشاف مواهب وهما الدخول على البطولة، خاصة أن الدوري العراقي يمتلك نجوم تستطيع حمل البطولة الخليجية الغالية؟ أبرزهم هيران أحمد بيتر كوركيس، محمد قاسم ماسس آرتن أمير، صباح محمد دلاور، مهند جعاز ممكن من المغتربين منتظر الماجد. كذلك نتملك دفاعا وحراسا قويين جدا. العراق قوي جدا بقيادة الإسباني كاساس. آرائكم؟ الحارس العراقي محمد حسن يتلقى دعوة من كاساس لتمثيل المنتخب الوطني في كأس الخليج. طالب جلوب في تصريح: المدرب كاساس كسول، لم يكلف نفسه في اكتشاف أي لاعب سواء كان محلي أم مغترب، ولحد الآن لم يعالج مشكلة الدفاع، وخصوصا قلبي الدفاع والجهة اليمنى. هذا الإداري الخلوق مهدي كريم مظلوم إعلاميا، أكثر إداري صار بالمنتخب، ما يدور شو إعلامي وطشة، ولا يطلع لقاءات ولا ينشر ولا نشوفه، أصلا يعمل بصمت. أبو صالح أبد ما يحب الظهور بالصورة أو يخلي روحه بالمقدمة ويريد يبرز نفسه، ما عنده مشكلة يكون آخر الناس بالمشاهد. إني من الناس احترم جدا مثل هكذا أشخاص يعملون بصمت. مطالبات كثيرة لاتحاد كرة القدم بنقل مباراتنا مع المنتخب الفلسطيني من العاصمة الأردنية عمان إلى مكان آخر، كون الأردن بلد منافس لنا ولفلسطين في المجموعة، ومنذ بداية التصفيات المونديالية الحاسمة اختار المنتخب الفلسطيني 3 دول كأرض مفترضة له. الأولى كانت العاصمة الماليزية كوالالمبور في لقائه مع الأردن وخسر فيها 3-1. الثانية العاصمة القطرية الدوحة وتعادل فيها مع الكويت 2-2. الثالثة العاصمة الأردنية عمان وتعادل فيها مع كوريا الجنوبية 1-1. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لم يثبت على مكان معين، وفي كل لقاء يطلب أرضا محايدة أخرى. إذا طالب اتحادنا بنقل المباراة للدوحة مثلا فالأمر طبيعي جدا، وأتصور ذلك من حق العراق أيضا، وأمر حصل كثيرا في التصفيات المونديالية. معلومة اللاعب الكويتي محمد دحام الذي سجل هدف تعادل بمرمى الأردن: أمه عراقية من الناصرية وأبو من البصرة، ولا يمتلك جواز سفر كويتي. أقوى خط دفاع في تصفيات كأس العالم إلى الآن: 1. اليابان استقبل 2 هدف. 2. العراق استقبل 3 أهداف. 3. الإمارات استقبل 4 أهداف. منتخبنا يلعب كمنظومة دفاعية جماعية وليس كأفراد خط الدفاع وحدهم. نأمل أن نرافق اليابان لنهاية التصفيات بهذه الإحصائية الجيدة.